بدك وصفة سريعة للبيتزا، ما عليك إلا أنك تتابعني بالمقطع القادم اللي راح أحضر فيه البيتزا كريب. قبل ما نبدأ خلونا نسمي بسم الله ونصلي على النبي. يلا بينا. في البداية في عندنا بيضتين ننزلها بالخلاط، ملعقة وسط من الملح، ومن زيت الزيتون كاسة صغيرة، وكوبين من الحليب، وهذا الثاني، وبنفس كوب الحليب كوب وربع من الطحين، وهذا الربع، واخلط يا معلم. بعد ما خلطناه لمدة دقيقة نحضر حاليا صينية الفرن اللي راح نصب فيها الخليط. وهاي صينية الفرن حطينا فيها ورقة زبدة، وراح نرشها بالزيت ونصب الخليط اللي حضرناه مباشرة بالصينية. في البداية نضيف طبقة من جبنة الموزاريلا، وشوية من البصل المفروم، طبقة من صوص البيتزا، شوية من فلفل الألوان، شوية من الزيتون الأسود والأخضر، وشوية من النقانق، وشوي من شرايح الفطر. طبعا نكهة البيتزا كريب تاخذها من الإضافات اللي تحطها، من فطر، من نقانق، من فلفل ألوان. كل ما تفننت بالإضافات كل ما أخذت نكهة أطيب وأطيب. وآخر طبقة من جبنة الموزاريلا. صينية البيتزا كريب جاهزة. ندخلها حاليا على فرن درجة الحرارة 200، النار من الأسفل ومن الأعلى، لمدة 25 إلى 30 دقيقة. يلا على الفرن. وهاي صينيتنا بعد 25 دقيقة. شوف ما شاء الله تبارك الله على اللون والريحة، آخر من الآخر. نطلعها من صينية الفرن وعلى التقطيع مباشرة. وهاي وصفتنا لليوم جاهزة. شوف ما شاء الله، شوف الطراوة، شي فاخر من الآخر، والريحة بالدماغ. نخلونا نسمي بسم الله. بسم الله. الله الله، مزيج من النكهات بلقمة واحدة. تحياتي.